السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. ومعاكم أحمد عبد الغني، وجاي ميعادنا في رسالة جديدة من رسائل. رسالة النهاردة: اعتدل وخليك معتدل وخليك وسطي. يعني ايه؟ يعني دايما ما تفرطش قوي في حزن، ولا تفرط قوي في فرح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت ما تفرطش في الحزن على اللي فات. يعني مهما كان اللي فات ده فيه احزان وفيه، ما تفرطش في الحزن عليه، وما تزعلش وما تجيش على نفسك وتجلد نفسك قوي. ومهما كان خيرات جايه لك كتير قوي، برضو ما تفرطش في الفرح فيها قوي. خليك دايما وسطي، لان الحزن ده خلاص عدى خلاص، والفرح مش دايم، لان ما دايم الا وجه الله. فدايما لما بتكون وسطي في اي حاجه، سواء كان حزن او فرح، دايما بتكون عندك القدره انك انت تتقبل تقلب الاحوال، من حزن لفرح ومن فرح لحزن. فبتلاقي صدمتها عندك خفيفه وبسيطه. فعشان كده من اهم الاسباب انك تكون راضي بقضاء الله وقدره وسعيد، انك انت تكون وسطي. ما تفرطش قوي في حزن لو عندك حزن، وما تفرطش قوي وتفرح قوي بفرح او حاجه كويسه جايه لك او انت موجود فيها، نظرا لتقلب الاحوال. فخليك وسطي في كل شيء، هترضى وتحمد وتشكر ربنا سبحانه وتعالى، وهتكون من اسعد الناس. اشوفكم على خير في رسالة من رسائل احمد عبد الغني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.